السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بخير. معاكم مايوش من قناه مايوش. على طول في كل فيديوهاتي بكتب الاسم على الشاشه. النهارده فيديو جديد جدا، مختلف جدا، بالاشتراك مع قناه ايفي تشانل. ايفي تشانل بنوته تونسيه جميله جدا اسمها عبير. اول تقريبا ما بدانا القناه بداناها مع بعض، وكنا بنتكلم وفتره كده ما كناش بنتكلم، بس رجعنا تاني نتكلم. ولما اتكلمنا تاني جينا لكم فكره جميله جدا. احنا الاول كنا متحيرين نعمل ايه، عايزين نعمل حاجه جديده محدش عملها قبل كده وتكون غريبه. تمام، فاقترحنا ان هي تعمل اكله مصريه وانا اعمل اكله تونسيه. فهي قالت لي الوصفه بالمقادير بكل حاجه، وانا قلت لها كمان اكله مصريه جميله جدا هتشوفوها لما تروحوا على القناه بتاعتها، واللينك تحت هيكون في صندوق الوصف. هي قالت لي اكله اكيد البنات التونسيات هيعرفوها، اسمها كفتاجي. عشان انا كفتاجي دي كنت بقولها غلط، كنت بقولها كفتاجي. كنت بقول الكفتاجي كفتاجي. فهي قالت لي لا، قالت لي اسمها كفتاجي. فانا كنت عماله اقول طب انا هفتكرها ازاي؟ فقلت ايه، اخد اول مقطع منها كف، عارفين الكف ده الايد، وبعد كده هقول تاجي تبقى كفتاجي. اخترعت لها كده ايه حاجه علشان بس ايه افتكرها بيها. فانا عملت الكفتاجي. هي صحيح كانت ناقصه شويه حاجات، كانت ناقصه هم عندهم الشطه بتاعتهم اسمها هريسه. دي طبعا ما كنتش اعرف اعملها وما كانتش عندي. وكان فيها الاكله كمان كان فيها قرع عسل، وبرضه ما لقيتهوش. تمام، لان هو باين كده قرع العسل ده بيظهر في الصيف مش في الشتاء، وحاليا احنا دلوقتي في الشتاء. تمام، فانا عملتها بالتوابل والخضار اللي هي قالت لي عليه. طبعا هتروحوا تشوفوا التفانين اللي انا فننتها. بجد اتمنى جدا ان الفيديو يعجبكم وان قناه ايف تعجبكم. وان شاء الله نقدم حاجات كتيره مع بعض. والكفتاجي جميله جدا، البنات المصريه لو شافوها ودقوها هيحبوها زي ما كده ما حبيتها. هي كمان اكله صحيه شويه، هي معظم الحاجات مقليه في الزيت بس يعني صحيه شويه، مش مثلا سمنه وحاجات كده. هي حبيتها بجد، هي اكله جميله جدا. بالتوابل كمان بتحليها، بس انا اكيد مش هعرف اعملها زي البنات ما التونسيات عملوها وبيعملوها. بس اعذروني لان دي اول مره اعمل اكله تونسيه، وبالذات الاكله دي. وان شاء الله كده اتعلم شويه لهجه تونسيه واكل تونسي واقدم لكم جديد ان شاء الله. روحوا بقى على طول على قناه ايفي تشانل، لان انا شخصيا بستناها تنزل فيديو علشان اشوف الفيديو بتاعها الجديد. واسمع كمان اللهجه التونسيه اللي انا اصلا بعشقها، لان كمان اتعلمت شويه تونسي كده من عبير. هي عايشك، هي تقريبا دي بس برشا. هي دي بس الحاجات اللي اتعلمتها. يلا بقى مش هطول عليكم عشان تشوفوا الاكله، وهتروحوا عشان كمان بعد ما تخلصوا الفيديو ده على طول تروحوا تشوفوا قناه عبير. بس هسيبكم بقى دلوقتي مع الفيديو، ويا رب يعجبكم. باي باي. ودلوقتي بنات في المطبخ ونبدأ نعمل الكفتاجي سهلة جدا بسيطة، كلها خضار صحية. والخضار النهاردة اللي عندي هو الكوسة، فلفل اخضر، بتنجان، وبطاطس، وطماطم. والتوابل بتاعتها هي ملح، فلفل اسود، وكمون. ولو في حد حابب يحط شطة ممكن يحط. وفي بيضة، ودي تكون اخر خطوة، البيضة دي في الاخر خالص كتزيين. المفروض الاكله دي يكون في قرع عسل، بس انا للاسف ما لقيتهوش خالص. ولو في بنوته بتحب القرع عسل تحطه ولو لقيته، وهو برضو بيتقلى زي الخضار ده كله. تمام، يلا بينا بقى دلوقتي نقطع الخضار. ونشوف هقطع كل خضار ازاي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بقى. يلا.
ودلوقتي يا بنات انا خلصت تقطيع الخضار كله. قطعت البتنجان والطماطم والكوسه والبطاطس، قطعتها صوابع صوابع كده، وبعد كده نقليهم. تمام. بس الفلفل الاخضر هيتقلى زي ما هو. وبعد بقى ما نخلص قلي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا بنات اول حاجه تتقلى هي كوسه، وهخلص قلي وبعد كده هقلي وراها على طول البطاطس. وبعد ما قليت كل الخضار، البطاطس والبتنجان والكوسه والفلفل والطماطم، دلوقتي هحطهم في بوله وهقطعهم. حطيتهم في بوله، وما تنسوش طبعا ان انتوا تحطوا التوابل. انا هحطها كلها. انا كمان حطيت التوابل دي في البيت لما جيت قليته. ودلوقتي هقصهم. تقصيهم يعني ايه بالمصري؟ يعني تقطعيهم. هما بيمسكوا 2 سكينه زي دول كده عكس بعض، ويبداوا بالقص. انا بقى هكمل قص وهرجع لكم تاني. وبعد ما قطعته هحط عليه البيض ده انا حاطه فيه ملح وفلفل متبلاه. وده بيبقى اخر حاجه. دلوقتي بقى نيجي ندوقه. حلو جدا، حلو جدا جدا. اكله جميله جدا، انا حبيتها، وان شاء الله انتوا تعملوها وتنفذوها وتعجبكم. باي باي. شكرا على المتابعه يا بنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واتبسطتوا منه، وان شاء الله تجربوا الاكله دي وتنفذوها وتعجبكم، وان شاء الله تعجبكم قناه تعبير والاكله المصريه اللي هي عملتها. ما تنسوش كمان يا بنات روحوا على طول على قناه ايف، وقبل ما تروحوا دوسوا اشتراك في قناتي ولايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه، واتمنى اكله تعجبكم وفيديو ممتع ومفيد. وباي باي، مع السلامه.